السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. طبعا رمضان حيرة كل يوم هنفطر ايه وعايزين نعمل ايه على الفطار. فانا النهاردة قررت ان انا اعمل اكلة اقتصادية ان شاء الله تكون في متناول ايدنا جميعا. تعمليها كده بمنتهى السهولة ان شاء الله. طبعا كبد الفراخ والقوانص من الحاجات الحلوة جدا ومفيدة قوي قوي، واغلب ولادنا بيحبوها. يعني بصراحة انا عن نفسي كل البيت عندي بيحبها، فهي حلوة جدا وفي نفس الوقت يعني سعرها معقول. نص كيلو قوانص على نص كيلو كبدة هتعملي طبق حلو كده كله هياكل. جنبها شوية مكرونة، بطاطس محمرة. لازم نمشي الدنيا برضو على قد ما نقدر ونحاول ان احنا نقضيها. يعني حتى لو ما فيش ننشي مثلا تجيبي لحمة او فراخ او كبد او قوانص او الكلام ده كله عادي والله يا جماعة. شوية بطاطس محمرة وشوية فول، اهم حاجة بابك مقفول عليكي، محدش يسألك حاجة، محدش عايز منك حاجة. دي بالدنيا والله. الاكل ده اخر حاجة ممكن تزعلنا او نفكر فيها. فان شاء الله النهاردة كده هنعمل مع بعض القوانص والكبد بطريقة سهلة جدا واقتصادية كمان على قد ما تقدري. يعني نص كيلو كده ونص كيلو قوانص، نص كيلو كبد ونص كيلو قوانص، وتعملي كده فطار حلو. هنا انا القوانص جبتها نضفتها، شلت منها القشره الصفراء والجلده الصفراء ونضفتها كويس جدا. حطيت عليها ملح وليمون، وبرده الكبده طلعت منها الدم الزياده، والقلب فتحته ونضفت كل ده. بس طبعا لسه هنعيد عليهم تاني تنظيف تاني بعد ما ننقعهم تاني بعد ما نقطعهم. انا قطعتها الحجم الصغير ده علشان تتاكل باللقمه كده او بالمعلقه على المكرونه. تمام. حطيت على القوانص شويه ملح وعصره ليمون، عصرت عليها نص ليمونه. وانا طبعا كنت عامله فيها نفس الحوار ده قبل ما نقطعها. بس لازم بقى طبعا لان الحاجات دي يعني حساسه شويه، لازم بعد ما مسكناها بقى بايدينا نعصر لها ليمون ونحط لها كده ايه شويه ملح ونسيبها منقوعه القوانص. اما الكبده عصرت عليها ليمون وهسيبها برضو كده يعني قبل ما نيجي بقى نحمرهم هشطفها واقوم جايه حطها في مصفى كده تتصفى. نصيحه مني بقى ليكم، اي اكل بتعمليه كبد قوانص بانيه فراخ نضفتيها اي حاجه من الحاجات دي لازم تتصفى كويس جدا بعد ما تتغسل. الميه اللي بتكون في الحاجه هي دي اللي بتديكي احساس ان انت كده قلبه معاكي على زفاره. دي بصوا شايفين القوانص الملح والليمون بيسحب كل اي حاجه فيها. وبصوا لون الميه كانت عامله ازاي. فطبعا هناخدها بقى نغسلها غسله تاني حلوه ونشطفها نحطها في مصفى وتصفي اي حاجه عندك هتعمليها من مثلا قوانص كبد. بصوا انا حطاها في المصفى ازاي. تصفيها ما يبقاش فيها نقطه ميه. الميه دي يا جماعه بتكرف على ريحه زفاره. تمام كده. حطينا حته زبده على شويه زيت، وحطينا القوانص عليها، نزلنا بالقوانص والقوانص علشان بتاخد تسويه. ومعاها كده اللي هي الحته الكيلوه دي اللي هي المدوره، ومعاها القلب قطعتهم ده كده حطيتهم كده كلهم دول في الاول علشان دول بياخدوا تسويه. الكبده مش بتاخد تسويه. طبعا القوانص هتجيب ميه، عايزاها تشرب ميتها، وانا هزود لها كمان نص كوبايه ميه علشان تستوي فيها، لان القوانص بتاخد يعني بتغيب في السوا طبعا عن الكبده. هنحمرها كده. وانا حطيت على فكره رشه 7 بهارات بس المقطع اتشال مني، فهنرش بس فلفل اسود ورشه 7 بهارات. مش هنضيف ملح دلوقتي خالص علشان الملح يعني ايه ما ياخرهاش في السوا. كده بقى بصوا هي بدات ان هي ايه تشرب الميه اللي فيها، وانا طبعا زودت لها كمان شويه ميه. وهنزل بقى هنا في المرحله دي بالكبده. الكبده برضو شطفتها بعد الليمون اللي حطيتها فيه وصفتها كويس جدا. وهرش رشه فلفل اسود، وكنت حاطه طبعا 7 بهارات. تمام كده. ما نكترش في ال7 بهارات عشان بتبقى نفاذه شويه. وهنقلبها بقى كده ونضيف الملح بتاعنا. وهي بس كده، مش هنحط بقى لا بصل ولا فلفل الوان ولا دبس رمان ولا الكلام ده كله. انا عندي بيحبوها ملح وفلفل اسود ورشه صغيره جدا من ال7 بهارات، حته زبده كده وتتحمر فيها، وبتبقى حلوه جدا وبيبقى طعمها في منتهى الجمال بصراحه. كده بقى هنحمرها وهنخلي الكبده ما نقلبش بقى فيها كتير. هنخلي الكبده كده تشرب الميه دي مع القوانص، وبكده تبقى اتحمرت معانا وخلاص كده. بصوا بقى كده خلاص هتشرب شويه الميه دول، وهتبقى بقى كده خلاص على التقديم. اهو كده خلاص شربت الميه بتاعتها. في المرحلة دي كده شربت المية بتاعتها وخلاص كده. خلصنا الكبد وخلصنا القوانص. وبمنتهى السهولة يا جماعة أكلة جميلة جدا واقتصادية. عايز تعملي بقى جنبها مكرونة، أنا هعمل مكرونة
فهبتدي بقى ان انا اضرب بصلايه كده في الكبه، واحط شويه زيت في الطاسه. المكرونه يا جماعه بتحط لها السمنه، عشان في ناس سالتني انت بتحطي سمنه المكرونه؟ قلت لهم لا، انا بحط لها زيت. وهنزل بالبصلايه كده بعد ما ضربتها، بنضربها كده خشن شويه مش ناعم قوي، وهنزل بيها بقى كده، ويعني بصوا مش ناعمه قوي ولا خشنه قوي، متوسطه. وهنزل بقى بيها كده تتحمر وتاخد لون الذهبي. واول ما تاخد اللون الذهبي معانا، انا دايما الطماطم اللي يعني بتكون عندي باخدها غلوه الاول على النار، مش بضربها كده في الخلاط على طول، باخدها الاول غلوه على النار، وبعد كده بضربها بالهاند بلندر، وبعد كده بقوم جايه مصفياها. بتبقى بقى على الاستخدام سهله جدا، ولما بتيجي تسبكيها بتبقى خلاص بقى سهله، شربت كل الميه اللي فيها، ما فيهاش ميه. هتشوفي معايا دلوقتي. حمرنا البصلايه كده لما وصلت للون الذهبي الحلو ده. معلش بقى حواليا دوشه، انتوا عارفين رمضان ساعه الفطار كده بيبقى الدنيا دوشه جدا، وعربيات رايحه وعربيات جايه، فكل سنه وانتم طيبين. حمرنا كده البصلايه لما وصلت للون الذهبي الحلو ده، هنزل عليها بالطماطم. والطماطم زي ما قلت لكم بصوا، انا بكون واخداها غلوه على النار لحد ما تنزل ميتها كده، وبقوم جايه ضربها بالهاند بلندر واصفيها، بتبقى بقى بصوا متسبكه وجميله. وبحطها على رف التلاجة لما باجي اعمل اي طبيخ اي اكل بشتغل بيها. وطبعا انا مفرزه طماطم في الفريزر، جبت 7 طماطم كده، هنزل لكم برضو الفيديو بتاعه. حطيت بقى مكعب مرق، وحطيت شويه فلفل اسود، حبه شطه، وشويه بابريكا، وهحط الملح بتاعي، اظبط الملح بتاعي، وهقلب بقى كده. وبصوا بقى، يعني انا كنت بحب صلصة البرطمانات الجاهزة، بس بصراحة ما بطلت اجيبها. يعني حتى لو هجيبها كده نادرا قوي، يعني لانها غليت جدا. كنت بشتري برطمان الصلصة كان ب 12 جنيه ونص، رحت اشتريه من فترة كده لقيته ب 25 جنيه. قررت ان انا مش هشتري صلصة من بره. بس كده المكرونة غسلتها وبشطفها، قصدي سلقتها وبشطفها. طبعا الرغاوي دي مطرح الدش بتاع الحنفية هو اللي عامل كده. وخلاص بقى شطفنا المكرونه وهنصفيها، وكده الصلصه اهي اتسبكت. بتعرفي ازاي ان هي اتسبكت؟ الإيدام بتاعها بيطلع على الوش، يعني شويه الزيت اللي انت حطاهم دول بيطلعوا على الوش كده، يبقى كده الحاجه اتسبكت معاكي. وبكده عملنا فطارنا، وكان فطار سهل بسيط. قبل الفطار بساعه دخلت عملته، يعني كانت الساعه حوالي 5:15 كده، دخلت حضرته بمنتهى السهوله. بتكوني بقى مقشره البطاطس بتاعتك، حطاها في ميه قبل الاذان كده، تقلي البطاطس والكبده والحاجات دي كلها سهله جدا. المكرونه برضو نفس الكلام، حاجات سهله يعني، وكمان اقتصاديه، واكله بسيطه ومغذيه في نفس الوقت. سلقت بنجر كمان كده، وحطيت عليه عصره ليمونه، شويه كمون وملح، وعندي فلفل بقى كده. وكانت اكله حلوه، والحمد لله، يا رب يديمها نعمه علينا ويحفظها من الزوال. ويا رب يجعل القليل دايما قدامكم كتير، وما فيش اي حاجه كده ان شاء الله تبقوا محتاجينها وما تقدروش تشتروها. يا ربنا ييسر لكم كده كل سبل الرزق، وتشتروا كل اللي نفسكم فيه. وربنا يعيننا جميعا على اللي جاي. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله.